جماعة شوفولي الجمال ده، بصوا العجينة عاملة ازاي، طرية جدا وسهلة ومش بتشقق خالص. تعالوا نشوف الجمال ده عملته ازاي. اول حاجة هنا نزلت ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، بعد كده هنزل عليهم بكسين من الفانيليا، لو مفيش فانيليا باودر ممكن نحط من السايل عادي معلقة كبيرة. هنا بقى هضرب الفانيليا مع البيض بتاع دقيقتين كده، بعد كده هنزل عليهم ب3/4 كوباية من السكر، ممكن السكر العادي او الباودر اللي موجود حطوه. بعد كده همكس السكر مع البيض والفانيليا لحد ما السكر يدوب، والكوباية اللي هعاير بيها السكر هي اللي هعاير بيها الزيت والدقيق. بعد كده هنزل ب3/4 كوباية من الزيت، وبرضو هفضل اضرب فيهم كده لحد ما القوام بتاعهم يتقل شوية. وهنا بقى هبدل البلندر بالمضرب، كهربا نستعمل يا جماعة المضرب اليدوي عادي جدا لحد ما القوام بتاعها يتقل. هتاخد برضو بتاع 3 دقايق ضرب كده، ولو بالايد بالمضرب اليدوي هتاخد 5 دقايق ضرب لحد ما القوام يتقل معايا. بعد كده بنفس الكوباية هنزل بمقدار 2.5 كوباية من الدقيق. اهم حاجة ان العجينة ما تلزقش مننا. هقلبهم الاول كده بمعلقة لحد ما الدقيق يتداخل بس كده مع البيض والزيت والسكر. بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، والمعلقة تكون صغيرة خالص عشان العجين ما يفرش مننا اوي. بعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام، وهنا بقى ابتدي ان انا اعجن بايدي، مش هتاخد 3 دقايق عجن بالايد، هتتلم بسرعة. شوفولي بقى يا جماعة جمال العجين يجنن، طرية خالص. بعد كده ابتدي بقى ان انا اشكلها كور كده صغيرة دواير، بعد كده عملت فيها خطوط بالطول كده بخلية الشيش طاووق. ممكن تحط على الوش شوكليت شيبس او مكسرات بس انا مش بحب، دي حاجة اختيارية يعني. تحطها على الفرن درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. ده كان الشكل بتاعها بعد ما طلعت من الفرن، ناشفة من بره وطرية من جوه، والوصفة دي اسمها براوني كوكيز، تحفة. وبس كده.